عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخواتي وحبايب قلبي، ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض وصفه كده جميله جدا جدا، مقرمشه من بره وكريسبي وما بتشربش زيت وبكفر خارجي جميل، طعمه سكر وخلطه كده رهيبه جباره. ان شاء الله هتنقل معاك السمك في حته تانية خالص، خطير جدا جدا جدا. يلا هنشوف عملناه ازاي، والسمكيه السنجار القمر ديت خلطتها عملناها ازاي، وشوية رز كده صيادية تحفة جدا جدا. وهنعمل جنبهم برضو كده طبق بابا غنوج وطبق سلطة خضراء. الخلطة بتاعتنا معايا البرطمان ده، التوم اللي احنا مفرزينه سوا عاملاه اللي هو بالقلب الأخضر كده. معايا الكبة بتاعتي هنحط فيها الفلفل بارد وسبايسي وكزبرة خضراء، هنقطعها برضو بالشكل ده كده في الكبة الكيوت الجميلة بتاعتنا هنا. وهنحط بقى كده الملح على قد الحياء بتاعنا، ونحط كمون وكزبرة يابسة مطحونة. هنضربهم كويس جدا جدا مع بعض لأن الكبة عندي صغيرة، فهديلها هساعدها كده الأول. هضرب الحاجات ديت مع بعض، وده كده التوم. ولو مش متاح عندك البرطمان المتفرز ده وعندك توم هتدقيه، عندك توم هتحطيه سليم هنا في المطحنة وهتضربيه. ضربته كده كويس مع معلقتين هريسة برضو، وعصرت كمية جميلة كده محترمة من الليمون. السمك بيحب الليمون كتير. اللهم بارك كده شوية مع شوية الملح مع بهارات السمك مع شوية كمون وشوية كزبرة ناشفة. اللهم بارك اللهم بارك، شوية بابريكا، شوية كده من الكركم أو الكاري، خلطة رهيبة. وضربتها كده مع بعض مع الفلفل الأخضر والسبايسي والكزبرة الخضراء والثوم والهريسة. اللهم بارك. خدت شوية كده في طبق وعينت برطمان في التلاجة. زودت على الطبق ده شوية كده حلوين برضو، ليمونتين تلاتة كده، يكون ليمون كده، في ليمون كويس، في مية حلوة كده. هنتبل بقى السمك، والسمك ده معايا يا ريت كده لو تعرفوا نوع قولوا لي. هو جاي لي بصراحه والله، فانا يعني الحمد لله. السمكيه البوري دي اللي انا عارفاها طبعا، ما شاء الله لا قوه الا بالله. كانت سمكيه كبيره كده داخله على كيلو، فانا نضفتها، قصقصت الزعانف اللي في كل الجوانب وشلت الخياشيم، وفتحتها من الظهر كده عملناها سنجاري. والسمكيه يا ريت لو اللي تعرفوا السمكيه اللي الفصوص بتاعتها حمرا كده، تقولوا لي دي ايه. لما بتستوي كده بتبقى بني، النسائر بتاعتها كده زي البط. اللهم بارك. هنا كده معايا البصلايه حمرتها بالشكل ده، وزودت لها الميه وحطيت لها كده مع كمون وشويه كاري وشويه والملح وشويه من البابريكا، وممكن تحط لها معلقه من الصلصه او بصليه طماطميه مبشوره لو تحبي. زودتها كده غليت، وجبت هنا البصلايه وطماطمايه وقرن فلفل وجزرايه، تقطعيها بقى وتبشريها براحتك خالص. دعكتها كده بشويه ملح وشويه كمون وشويه كزبره. دعكتها كويس جدا جدا بالشكل ده. خدت جزء في الصينيه معايا، حطيت فرشه كده للسمكه، وحطيت شويه فوق السمكيه من فوق مع معلقتين زيت كده وعصره ليمون، حطيتها على جنب تتبل كده مع بعضها. والسمك التاني كله انا تبلته كده وركنته برضو، تركنيه ساعة ساعة ونص، نص ساعة، مش اقل من كده، عشان ياخد كده في التتبيلة بتاعته. والدقيق هنا بسم الله ما شاء الله، الدقيق المبهر ده مدي السمك روح جميلة جدا جدا وطعم وريحة خطيرة. ولا هنعمل بقى خلطة سايلة ولا تلحيسة ولا الكلام ده خالص، سهلة وسريعة جميلة جدا جدا. جبت كده معايا 3 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم معلقتين كبار هرميين من النشا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، شوية من الكمون، شوية من الكاري، شوية من الكزبرة الناشفة، معلقة كده صغيرة. كل دي معالق يا حبايبي من بتاع التوابل. معلقة من الفلفل الأسمر، معلقة من البابريكا، وقلبتهم كويس جدا جدا، ونص معلقة من الكركم بتدي لون جميل جدا جدا للسمك معايا وطعمه فايدة. حطيت تبلتهم كويس جدا جدا بالشكل ده. خدت جزء على جنب عشان لو زيادة ما يبص معايا بالشكل ده. وهنتبله كده يا حبايبي، واتبله اقلب قلب يعني كتير، يعني اكتر من مره كده في الدقيق، وشيلت واحطه على الطبق. الدقيق ده بقى كده بيندي على السمكية. اللهم بارك. وما تقلقيش خالص، يعني لان فيه معاه نشا وفي التوابل وفيه البيكنج باودر، ما بيقعش، ما تخافيش، وبيدي كفر رهيب. اللهم بارك. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اللي يشوفه كده يقول ده ستريبس. اللهم بارك، خطير. معذرة يا حبايبي.
حطيت معايا كده الزيت على النار، الزيت قدح على نار عالية في الأول كده، وبعد كده عشان طبعا معايا اللهم بارك القطع أو الجزلة بتاعت السمك زي ما بتسموا ما شاء الله كده، في الأول على نار عالية، وبعد كده هدي النار لوسط عشان السمكة تستوي من جوه، الجزل أو الفصوص بتاعتها تستوي من جوه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وأول ما تحطيه سيبيه كده ياخد لون من تحت، وبعد كده نقلبه ونشيله على مصفى. ما تحطيش على مناديل عشان ما يطرش معاكي، يتن الكفر بتاعه مقرمش وكريسبي كده بالشكل الرهيب ده. هنبدأ نقدمه كده مع سلطة خضراء، اللهم بارك، وده في جنب وده في جنب كده يا حبايب قلبي، هنزينه كده، هو مش محتاج أي حاجة بس عشان التصوير، بشوية كزبرة خضراء كده وشوية سلطة بابا غنوج، شوية سلطة خضراء عادية جدا، وده الرز كده الصيادية. اللهم بارك اللهم بارك، السمك مستوي شايفين يا حبايبي رهيب، الخلطة التتبيلة بتاعته رهيبة، ريحتها تحفة جدا جدا، والسمك مستوي من جوه طري ومن بره مقرمش وكريسبي رهيب، اللهم بارك، والكفر ولا وقع من عليه ولا حاجة أبدا. إن شاء الله إن شاء الله هستنى رأيك تجربيه وتقولي لي كده في الكومنتات رأيك. بس اهم حاجه يا ريت يا ريت فضلا وليس امرا ما تنسينيش كده من الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس وكومنت. انا مزعلكم في ايه يا حبايب قلبي؟ القناه واقعه جدا جدا جدا، يا ريت اللي يشوفني ما ينسانيش من اللايك والاشتراك والكومنت الجميل اللي زي قلوبكم الطيبه كده. ودي السمكه كده الصياديه اللهم بارك رهيبه رهيبه، الخلطه فيها خطيره والتتبيله روعه جدا جدا. هستنى رايكم، وما تنسونيش كده من اللايك يا حبايب قلبي وكومنت زي قلوبكم الطيبه كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خطير خطير خطير.